اهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهارده هنعمل البيتفور بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهيطلع ناعم وبيدوب كده ذوبان وبمقادير بسيطه ومن غير زبده. انا استخدمت النهارده سمنه وطلع ممتاز جدا وجميل وهيعجبكم خالص، يعني مش لازم السمنه، بس في حاجات لازم نتبعها عشان البيتفور يطلع ناعم كويس. اول حاجه البيض لازم يكون بره التلاجة اقل حاجه بساعه. السكر يتنخل كويس قوي. السمنة ما تكونش سايحة خالص، يعني ما تكونش سخنة، تكون ماسكة نفسها كده شوية. طيب يلا نبتدي ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة حطيت 3 بيضات وكوبايتين من السكر البودرة بعد ما نخلته، ونزلت بالفانيليا وهضرب كده كويس قوي مع بعض. وانا اسفه الفاصل التليفون فصل. انا حطيت كوبايه ونص من السمنه وضربتها مع السكر والبيض، بس للاسف التليفون كان فاصل. بعد كده هجيب كوبايه كيلو من الدقيق، طبعا الدقيق لازم يكون منخول زي ما قلنا، وحطيت عليه ذره ملح. طبعا البيتفور ما بنستخدملوش بيكنج باودر خالص. اكبر غلط ان انت تستخدمي له بيكنج باودر، ما يتحطلوش بيكنج باودر خالص. بعد كده عجنت العجينه كويس قوي، تعجنيها بطريقه العجينه بتاعت البيتفور ما تكونش يابسه، يكون طريه كده ولينه في ايدك. هبتدي بقى اجيب المكنه واشتغل بيها. ما عندكيش مكنه مفيش مشكله، ممكن بكيس الحلواني، ممكن اي حاجه ممكن تشتغلي بيها. ممكن نشتغل زي ما اشتغلنا قبل كده مع بعض بالشوكه، بظهر الشوكه كده، وبنشتغل بيطلع زي الفل، يعني ما تصعبيش الدنيا على نفسك. فطبعا انا مش هعمل الكميه كلها معاكم عشان ما اطولش الفيديو بالمكنه. زي ما انتم شايفين كده بيتعمل بمنتهى السهوله وبمنتهى السرعه. فانا هخلص بقى كل الكميه اللي انا عاملاها. انا عامله كيلو بس مش مكتره يعني. هعمل بقى كل الكميه وارجع نشوف شكله مع بعض. شايفين طبعا الاشكال اللي انت بتختاريها والاشكال اللي حباها بتعمليها. انا عملت كل وش كده، عملت صينيه، عامل كميه كبيره قوي. وده شكله بعد ما طلع من الفرن، جميل جدا. حلو قوي وناعم ويعني مقرمش وفي نفس الوقت طري كده وجميل، يعني عامل ميكس بين الاتنين، جميل جدا هيعجبكم خالص يعني. بعد كده هنبتدي بقى نزوقه. جبت مربى فراولة، وتجيبي نوع كويس عشان يلزق البيتفور مع بعض. هبتدي بقى ألزق كل واحدة مع أختها بالشكل ده كده. وبعد كده التزويق ده بقى بيرجع لك. أنا هنزل فيه الشوكولاتة، مسيحة شوكولاتة، وبعد كده في الفرماسيه عندي برضو ممكن تستخدمي فرماسيه ألوان، فرماسيه بني. ممكن تستخدمي الجوز الناعم خالص. ممكن تبشري تطحني كده فول سوداني، برضو بيدي طعم حلو قوي. فالتشكيل ده بيرجع لك، فانت تشكلي زي ما انت حابه وزي ما انت بتحبه ولادك بيحبوا. فانا بقى شكلت معاكم 2 3، وبعد كده هشكل برضو مع نفسي عشان ما اطولش الفيديو عليكم. تمام، من كل حاجة بتعملي كده بيدي منظر حلو قوي. ممكن برضو تشكلي طرف البيتفوراية مربى، وبعدين تنزليها زي ما انت شايفة كده في الجوز بيدي منظر حلو قوي. وده كان منظره النهائي. زي ما قلت لك تشكليه زي ما انت حابة. اتمنى فيديو النهارده